السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري. معاكم محمد فتحي ومكملين في كورس التصوير وفوتوغرافي للمبتدئين. وقبل ما نخش في حلقه النهارده نصلي على النبي، ناخد الثواب كلنا الاول. نخش على موضوع حلقه النهارده اللي هو شيق وممتع وبيجي فيه اسئله كتير. موضوع النهارده هو الديبث اوف فيلد او العزل بوجه عام. نتكلم في العزل. مين فينا ما بيحبش صورته تكون معزوله او يكون الشخص باين كده بينطق من الصوره خلفيته مزغلله او منغمشه زي ما بنقول؟ مين فينا ما بيحبش الكلام ده؟ معظمنا بيحب الصوره كده، حتى طلعوا في الموبايلات الحديثه اللي يكون في موبايل كاميرا واثنين وثلاثه واربعه وكاميرا للعزل بس وكاميرا مش عارف ايه، ويحطوا ايه عشان يعملوا عزل زي عزل الكاميرات. فالعزل ده بيتعمل عباره عن ايه؟ انا بحب اعمل عزل او عايز صوره معزوله او صوره جامده زي كده، هعملها ازاي؟ اللي بيتحكم في العزل عندنا مش عامل واحد بل هم ثلاثه. في منهم عامل انا قلت لك عليه في حلقه بتاعت فتحه العدسه، فاكره؟ جدع. عامل اولا وعامل مهم جدا هو فتحه العدسه، لان احنا قلنا ساعتها فتحه العدسه كل ما وسعت والرقم قل كل ما العزل ورا الشخص او الشيء زاد. ده لو انت فاكر، لو مش فاكر هرجع اشوف الحلقه عشان ما ازعلش منك. ده لو انت فاكر فتحه العدسه كل ما وسعت كل ما العزل زاد. وسعت يعني ايه؟ يعني 2 و8 اف 2 اف 1 و8 اف 1 و4 اف 1 و2. كل ما الرقم صغر والعدسه وسعت كل ما العزل زاد. بس كده؟ لا طبعا، في عاملين كمان. العامل الثاني هو حجم الشيء، حجم الشيء اللي بتصوره. يعني مثلا لو انا بصور ازازه برفيوم دلوقتي او بصور منتج صغير او بصور شيء صغير، بديهي او طبيعي العزل اللي وراه بيزيد، لان الشخص او الشيء بيكون صغير قوي، حاجه صغيره، حاجه مثلا 20 سم 10 سم 30 سم 50 سم، في عزل بيزيد وراها. دي قاعده، كل ما حجم السبجكت او الاوبجكت صغر كل ما العزل زاد، كل ما حجمه كبر كل ما العزل قل شويه، طبعا لو بنفس الظروف ونفس العدسه ونفس كل حاجه. في عامل تاني، في عامل تاني، بعد الشخص او الشيء عن الخلفيه، وده عامل مهم جدا. بعد الشخص او الشيء عن الخلفيه. دلوقتي انا بصور دلوقتي على فتحه 4 وبيني وبين الحيطه اللي ورايا مثلا متر او متر الا، يعني مسافه مش كبيره، فهتحس ان مفيش عزل قوي ورايا لان فتحه 4 دي فتحه ضيقه شويه، بس في عزل بسيط. انا بالنسبه لي في الوضع ده تمام. الحيطه دي لو ورايا ب4 متر هتحس ان في عزل قوي لان في مسافه بيني وبينها، انما بما انها ورايا قريبه مني هتلاقي ان مفيش عزل قوي. لو انا قربت منها اكتر هتلاقي ان مبقاش في عزل خالص، بقينا انا وهي في الفوكس باينين مع بعض. فالبعد بين الشخص او الشيء عن الخلفيه بيساعدك في العزل. بصور في جنينه مفتوحه وبصور الشخص وراه من بعد على بعد كده شجر كتير او ناس كتير، وهم بعيد هيجوا كلهم معزولين، هيجوا مزغللين. عشان كده خلي بالك من دي. ما تصورش حد لازق في حيطه، ما تصورش حد لازق في شخص، ما تصورش حد لازق في شيء، لازق في عربيه لو انت مش عايز تجيب العربيه، لا ابعده شويه عن الخلفيه. في عامل بقى مهم ومؤثر جدا 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 في العزل وهو البعد البؤري. البعد البؤري، كل ما البعد البؤري بتاعنا زاد كل ما العزل زاد. يعني لو بصور على اف مثلا 4 على عدسه 16 35 وبصور على 16 مللي، لو مش فاكر راجع في حلقه العدسات، 16 مللي دي واسعه واف 4 دي ضيقه شويه، فتحه عدسه ضيقه شويه. لو بصور شخص مش هيجي وراه عزل لان الزاويه واسعه وفتحه ضيقه، فالموضوع مفيش فيه عزل. انما لو على نفس الاف 4 دي بصوره على 200 مللي هيطلع فيه عزل، يطلع فيه عزل قوي كمان، لان انا البعد البؤري بتاعي خلى يبقى فيه عزل. دي قاعده في التصوير، البعد البؤري كل ما زاد كل ما العزل زاد. اف يعني مسك بالاف دلوقتي 85 مللي بتديك عزل، 50 مللي بتديك عزل، 100 مللي بتديك عزل، 135 بتديك عزل، 200 مللي بتديك عزل. كل ما البعد البؤري زاد كل ما العزل زاد. ثبتها حلقه في ودنك. يبقى كده المسؤول عن العزل في صورتنا الفوتوغرافيه هو ايه؟ فتحه العدسه، حجم الشخص او حجم الشيء اللي بنصوره، كل ما الحجم صغر كل ما العزل زاد، كل ما الحجم كبر كل ما العزل قل، وبعد الشخص او الشيء عن الخلفيه، والبعد البؤري بتاع العدسه اللي بنصور بيها. الاربع اضلاع دول او الاربع نقط دول لو انت حفظتهم وفهمتهم هتعرف تطلع عزل زي ما انت عايز. طبعا مش هقول لك من اي عدسه لان في عدسات فتحه ضيقه زي 18 55 مثلا اف 3.5 ل 5 و6، فاصلا لما تعمل 55 مللي بقت 5 و6 فضاقت، فالعزل هيبقى قليل. فعشان كده مش هقول لك من اي عدسه، لا، يعني لو جبت 50 مللي هتعرف تطلع منها افضل عزل او افضل نتيجه تعرف تخرجها منها. مع العزل لازم تظبط فوكس كويس عشان يجي الشخص هو ان فوكس والخلفيه معزوله واوت فوكس. اتمنى تكون استفدت معايا وفهمت العزل بيحصل ازاي، عشان في ناس بتخش تكلمني فاكره ان العزل بيحصل من الفوكس، وناس بتكلمني فاكره ان العزل ده مشكله عندهم في كاميرتهم ومش عارفين يعملوا عزل. فده العزل بيتعمل بالاضلاع دي او بالنقط دي، لو فهمتها تعرف تعمل عزل كويس. ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو. ما تنسانيش من دعائك بعد اذنك، وسلام.